أصدقائي، سنقوم بالتحليل على الفترة الزمنية الصغرى اللي هي الساعة. على الساعة آه، حاليا عندنا صعود قوي على الفترة الزمنية الساعة، لكن وصلنا إلى منطقة اللي بدأت الأسعار في التراجع. يعني هنا ندخلوا في حركة تصحيحية، مع العلم أن عندنا حاليا ديفرجينس اللي هو هابط على الفترة الزمنية الساعة. هذا سيؤدي إلى ربما الهبوط إلى منطقة القمة السابقة، إلى هذه القمة هذه اللي هي منطقة 62 ألف دولار، أو منطقة ديال 62,300. يعني هذه المنطقة هذه إعادة اختبارات المنطقة من أجل الصعود. يجب حسب النماذج الحالية، لكن الحركة الحالية هي حركة قوية كما تلاحظون، حركة قوية على الفترة الزمنية الساعة على الفترة. لكن ما عندناش منطقة ديال الدخول لمن يريد اقتناص يعني الفيوتشر. الدخول على الفيوتشر ما عندناش دخول لا شورت ولا لونج. يعني ممكن تفكر تدخل شورت يعني من هذه المنطقة، لكن ممكن تؤدي بك إلى ممكن تخسر الأموال ديالك، لأن ممكن يعطينا هبوط قليل ضعيف والرجوع نحو الأعلى. لهذا يجب ما عندناش منطقة ديال الدخول حاليا. على الفترة الزمنية الأربع ساعات، نقوم بتنظيف الشرط على الفترة الزمنية الأربع ساعات. عندنا الحركة اللي كانت يعني صاعدة، لا زالت صاعدة، لكن عندنا هذا النوع من يعني توقف للأسعار بين الفيديو والأخرى. لكن على الأربع ساعات عندنا ضعف في الحركة، عندنا ضعف في الحركة. ربما يتم التراجع أو بقاء الأسعار يعني كما بقى عندنا في هذه المنطقة هذه بعض الشيء، يعني في هذه النقطة هذه، أو الرجوع مجددا إلى هنا من أجل الصعود. ربما يكون عندنا الشكل بهذا يعني الحركة بهذا الشكل هذه. لكن النموذج الحالي ليس النموذج للدخول، بينما هو نموذج للخروج، لان كان الدخول كان عندنا في هذه المنطقه هذه. ما كنتش عملت فيديو، كان عندنا الدخول يعني في هذه المنطقه بعد ما عطانا رجوع الادكس نحو الاسفل، عطانا منحنى نحو الاعلى، عطانا كذلك يعني بقاء الاسعار في هذه المنطقه هذه. كانت يعني منطقه مهمه للدخول، كانت يعني هدف اللي كان جيد. القيمه كان 4.8% للفيوتشر، فهو جيد جدا. إذا أصدقائي نمشيو للفترة الزمنية الأعلى اللي هي اليومي. على اليومي كان تسارع، يعني الهبوط اللي كان على اليومي كما تلاحظون يومين، وعندنا هاد الهبوط الشمال الأولى الشمال الثانية كان هبوط اللي هو ضعيف، وصلنا لنقطة الصفر. عندنا نموذج بالأحمر بالجهة السفلى، الادي اكس في الجهه السفلى، عندنا تشبع على مستوى البيع. اذا من هذه المنطقه ربما نشوفوا صعود للاسعار، ربما يعطينا بعض يعني التوقف للاسعار. يعني في هذه المنطقه نشوفوا شمعات اللي هي ضعيفه على الفتره الزمنيه اليوميه، شمعات مثل زائد، يعني شمعه اللي هي بهذا الشكل هذا اللي هو يعني بالجسم اللي هو صغير. يعني بعض الشمعات يعني جوج ولا ثلاثه قبل بداية الحركة الأعلى، يعني نحو الأعلى. لماذا الحركة نحو؟ لأن النموذج الحالي هو تقريبا وصلنا يعني إلى منطقة مهمة جدا على الفترة الزمنية اليومية. كذلك لماذا الحركة تكون صاعدة؟ لأن على الفترة الزمنية الأسبوعية عندنا نموذج اللي هو صاعد، يعني منذ فترة والنموذج صاعد. كان عندنا المرحلة الأولى الحركة يعني الأولى، الثانية، الثالثة، وحاليًا رحنا في الحركة يعني والّا في النموذج يعني الرابع داخل يعني النموذج اللي هو صاعد. إذًا عندنا هذا النموذج الصاعد وتكلمنا يعني مرّة وتكون يعني باقي عندنا بعض يعني الأسابيع للوصول إلى النقطة 23. فحاليًا وصلنا للنقطة 23 على مستوى الADX. إذًا ما بقاش عندنا كثير، يعني فالإغلاق ديال اليوم ممكن يعطينا هبوط المنحنى تحت يعني الADX تحت النقطة 23، وبالتالي ستكون يعني فرصة مهمة يعني للصعود. الحركة اللي تنتظر هي الصعود. ماذا ننتظر من السوق؟ هو الصعود، لأن جبنا فترة طويلة وإحنا في هذا الهبوط. إذا ننتظر الصعود. عندنا نموذج اللي هو صاعد على الفترة الزمنية الأسبوعية. حاليا وصلنا إلى منطقة مهمة الأديكس، وصلنا لنقطة 23. نتمناو يعني في واحد الفيديو كنت أحلل، قلت أن يعني في يعني في المثالية، يعني في الحركة المثالية هو الوصول يعني
الADX إلى النقطة الهابطة إلى -20. فحاليًا عندنا -14، باقي عندنا من -20 باقي عندنا واحد شوية. إذًا الحركة المثالية هو وصول إلى الADX إلى النقطة الهابطة قبل بداية الحركة الصاعدة، لكن حاليًا أظن أنه مهم جدًا. وكنت يعني في هذه المرحلة كنت في واحد الفيديو أحلل، وإذا بأحد المتتبعين كان دار واحد التعليق اللي هو سلبي. فلاحظوا إخواني أخواتي، كانت التحليل هو في المكان ديالو والحركة لا زالت يعني تصحيحية، لهذا فالقافلة تسير والكلاب تنبح. هذوك الناس اللي عندهم داك التعاليق السلبية، فمن الأحسن يوظف يعني داك التعاليق السلبية ولا داك الحرارة ولا داك الاضطرابات النفسية اللي تكون عند الإنسان بداك الشكل هذيك، يعني في التعلم وفي يعني البحث عن مصادر المعلومة يعني بشكل جيد، ويكون نقي في الدماغ ديالو قبل ما يبدا يعلق التعليقات اللي هي لا تمت إلى الموضوع بصلة، مع العلم أن التحليلات اللي هي عندنا في القناة هي موضوعية، والناس اللي داخلة تشوف يعني المحتوى هي من أجل يعني اقتناص الفرص والبحث عن فرص داخل السوق. وإحنا ما جايينش هنا باش نلعبوا ولا باش نكذبوا على الناس ولا باش نديو لكم الأرزاق ديالكم، لأن ما تنبيعوا لا كورس تعليمي ولا شيء من هذا القبيل. وبالتالي فأنا باغينا من هذه التحليلات ومن هذه القناة بشكل عام كل ما أريد هو أن يستفيد البعض من التحليل. إذا إخواني أخواتي، فالنموذج الحالي هو نموذج للصعود. كذلك على الفترة الزمنية الشهرية فالحركة لا زالت يعني مرتفعة، ADX جانبي لكن الحركة مرتفعة. إذا إخواني أخواتي، لاحظنا اليوم يعني بعض الصعود على مجموعة من العملات الرقمية. كان قبل يعني الضربة على لبنان كانت حركة اللي هي جيدة، وعطانا وصول أسعار مثل الأفاكس اللي وصلنا للمنطقة ديال $30. وحاليا عطانا التراجع اللي كان يعني بعد الضربة. كذلك يعني نفس المنحنى على مجموعة، يعني نفس الشرط على مجموعة من العملات الرقمية. يعني كما تشوفوا يعني التراجع اللي كان على البيتكوين، التراجع اللي كان على جميع العملات الرقمية، لكن ما كانش واحد التراجع اللي هو كبير جدا، بينما كان التراجع اللي هو طفيف مقارنة مع الهبوط اللي تيكون يعني في بعض الحالات. لماذا؟ لأن احنا في حركة سلبية منذ فترة، وبالتالي يعني تفاقم الأوضاع يعني السياسية والعسكرية اللي كانت يعني مؤخرا ما عطاتش يعني ما كانش يعني واحد النوع يعني واحد الأثر اللي هو سلبي بشكل كبير جدا، بينما كان يعني تراجع اللي هو في داخل يعني ضمن الحركة العادية للسوق. إخواني أخواتي، وصلنا لنهاية الفيديو، رجاء الاشتراك معنا، مشاركة المحتوى، نتلاقاو في فيديو آخر بحول الله.